حبايبي الحلوين، يا رب دايما كده تكونوا بخير. وصفة النهاردة وصفة سريعة ومنجزة. لو انت عايزة تعملي بقى فراخ سريعة وبسيطة ومش تاخد معاكي اي وقت، يبقى هي الوصفة دي اللي هتنجزك بسرعة. معايا هنا فراخ مشوية في الفرن، طريقة بسيطة وتسوية 10/10، مفيهاش ولا غلطة، مع شوية بصل متكرمل كده. اتمنى من قلبي بعد ما تشاهدوا الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش بقى بالاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل وصفات توصلك اول باول باذن الله. تعالوا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونخش في الوصفة بتاعتنا على طول. عندي هنا فرخة اي وزن انت عايزاه، واي تقطيعة انت تقطعيها قطعيها على 4 على 5 على 6 زي ما انت عايزة. وعملت فيها شرايح بسيطة كده بالسكينة. اول حاجة هتبلها بشوية ملح وفلفل اسود بس، يعني مش هستخدم الا الملح والفلفل الاسود في المرحلة دي. ابدا ان انا بقى اغلفهم كويس بالملح والفلفل الاسود كده تغليفة حلوة. ونروح على البوتاجاز على طول. حلة على النار، فيهم بقى معلقة سمنة معلقة زيت نباتي، وهبدأ ان انا اسخن السمنة مع الزيت كويس قوي. وبعد كده هصدم الفراخ اديهم تشويحة حلوة كده، يعني عايزاهم ياخدوا لون بسيط قوي، لون هادي كده. التشويحة دي بتفرق في طعم الفراخ بعد كده. وكمان التسوية على البوتاجاز بتسرع من التسوية. يعني اما تدخليها في الفرن هتغيب شوية، انما دي بقى منجزة كده وسريعة ومش بتاخد وقت. حطينا بصل، حطينا ورق لورا، حطينا حبهان ومستكة. لحد هنا تمام، وكل حاجة سهلة وبسيطة قوي. لو عندك جزر حطي، عندك طماطمايه كده مصححة حطيها، مفيش كده كده عادي مش مشكلة. بس انا هنا هحط طماطم معصورة في الخلاط. هبدأ ان انا اغطيها، وبعد شوية كده هقلبها لحد اما تاخد اللون البسيط ده. حضره بقى عندي هنا طماطمايه، ممكن تحطيها بحالها، ممكن تضربيها في الخلاط عادي خالص، ممكن تستغني عنها براحتك. بس هي بتدي طعم حلو قوي للفراخ وبتدي طعم حلو للشوربه. خلاص كده. خدت بقى يعني تغليفه مع الطماطم، وقعدت شويه كده مع نفسها. هحط بقى ميه مغليه وهسيبها تستوى براحتها خالص. كده تعتبر نص المرحله تمام وزي الفل. نخش بقى في المرحله التانية اللي هي بسيطه قوي وسهله وما فيهاش خطوات كتير ولا اي حاجه. اللي وصل معايا لحد هنا منسنيش بقى باللايك وتعليق حلو كده زي قلوبكم لو عجبكم الفيديو، وربنا يفرح قلوبكم جميعا باذن الله. هنا بقى خلاص معايا الصينيه اللي انا هدخلها في الفرن على طول. معايا هنا معلقه سمنه او معلقه زيت على حسب ما تحبي، وحطيت بصل كتير، يعني بصلتين كبار مقطعاهم شرايح كده، يعني ما تقطعيش صغير، انا عايزه البصل يكون في الاخر باين كده وظاهر. خلاص البصل دبل، حطيت فلفل حامي، مش عايزه حامي حطي بارد زي ما انت عايزه. هحط بقى شويه توابل، ملح فلفل اسود بابريكا بهارات فراخ بس كده. مع بقى معلقتين كده كبار من الصويا صوص، وهو ده اللي هيديني الطعم الخطير للفراخ. بجد جربوا الوصفه دي، وصفه بسيطه وسهله ومش هتاخد معاكي اي وقت. مجرد ما الفراخ تستوي على الناحيه دي يكون انت عملتي الخلطه البسيطه قوي كده اللي هتديكي طعم جبار بجد. خلاص الفراخ كده استوت. شلتها بقى كده وحطيتها على الخلطه الحلوه دي. يعني كانت هي محتاجة ان هي تستوي كمان 10 دقايق. قلت ال10 دقايق دول هسيبهم في البصل والفلفل عشان يتشربوا من بعض. طب انا عايزاهم يتشربوا من بعض اكتر، هضيف بقى دلوقتي؟ هضيف ربع كوباية من المية علشان يندمجوا كده مع بعض، والبصل هيديني اللون البني الجميل ده. لما انا احط المية دلوقتي ربع كوباية من المية هيديني اللون البني الحلو ده. خلاص كده هسيب بقى 10 دقايق كده على النار كده من فوق، اغطي عليهم واسيبهم مع نفسهم، بس اقلبيهم كل شوية برضو، وهيديكي اللون الخطير ده. ممكن تتاكل على كده من غير ما تدخليها الفرن، مع شوية رز بشعرية بقى، مع عيش، مكرونة، زي ما تحبي. طعم الشوي فيها يعني اللي يشوفها يقول مشوية مشوية يعني. خلاص كده بدأت ان انا بقى اظبط شكلها كده عشان هدخلها على الفرن. بسيطة وسهلة ومش هتاخد معاكي اي وقت، ومنجزة، مش هتسيبيها في التتبيلة كتير. هي كده كده اساسا اتشبعت بالتوابل والبصل والحاجات الحلوة دي على البوتاجاز. هدخلها بس الفرن كده يعني لحد ما تحمر كده وتاخد لون حلو وبسيط كده، وهطلعها على طول. اظن بقى شكلها كده بيتكلم عن نفسه من غير ما انا اتكلم، يعني كفايه ريحتها وشكلها وطعمها، حاجه كده في منتهى اللذاذه بجد. اتمنى انكم تجربوها. شويه بقى كده كزبره بقدونس كده بيدوا طعم وريحه.
عايزه اوريكم بقى قد ايه الفراخ طالعه طريه ومش ناشفه خالص ولا اي حاجه. الفراخ طالعه كده يعني وبيضه زي الشمع، منتهى الجمال كده. تغرقي بقى الفراخ دي كده بالبصل اللي تحتها ده وتاكلي، يعني حاجه كده خطيره خطيره خطيره. اتمنى من قلبي بقى انكم تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي رايكم كده في التعليقات، وجربوها كده بقلب جامد هتعجبكم باذن الله. لو عجبكم بقى الفيديو ولو عجبتكم القناه ما تنسونيش بقى بالاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد حبايب قلبي. دمتم كده في رعايه الله. مع السلامه يا اخواتي، سلام.